السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ مشاهدينا الأعزاء، إن شاء الله بأفضل حال. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للفيديو دعما لنا للاستمرار بنشر المزيد من أخبار المنتخب العراقي. علي مجبل في تصريح: في إطار التحضيرات للمباريات القادمة للمنتخب الوطني، برزت أسماء عدد من اللاعبين المحليين الذين يستحقون الفرصة لتمثيل بلادهم في الساحة الدولية. يعتبر كل من أمجد عطوان، سعد عبد الأمير، وأحمد يحيى من أبرز الأسماء التي أثبتت جدارتها من خلال الأداء المتميز في الدوري المحلي. أمجد عطوان لاعب وسط متميز يتمتع برؤية لعب استثنائية وقدرة على التحكم في سير المباراة. يبرز عطوان في اللحظات الحاسمة، مما يجعله خيارا مثاليا لتعزيز القوة الهجومية للمنتخب. أما سعد عبد الأمير فهو لاعب يمتاز بخبرته الكبيرة وموهبته الفذة في الدفاع. يلعب دورا حيويا في حماية خط الدفاع، ويعتبر من اللاعبين القلائل الذين يمكن الاعتماد عليهم في المواقف الحرجة. من جهة أخرى، يعتبر أحمد يحيى من الوجوه الشابة الواعدة، حيث يمتلك سرعة ومهارة فائقة تجعله تهديدا دائما للخصوم. إن تضمين هؤلاء اللاعبين في قائمة المنتخب الوطني سيساهم بلا شك في تعزيز الأداء الجماعي وزيادة فرص الفريق في تحقيق نتائج إيجابية. إن استدعاء اللاعبين المحليين لا يظهر فقط الثقة في مواهبهم، بل يعكس أيضا التزام الجهاز الفني بتطوير كرة القدم المحلية وتعزيز الروح الوطنية في صفوف المنتخب، مما يعد خطوة إيجابية نحو بناء فريق قوي قادر على المنافسة على المستويات الدولية. أثار تصريح سعد عطية، الناطق الرسمي باسم الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، قلقا في الأوساط الرياضية بعد الكشف عن وجود دعوى قضائية ضد النادي بمبلغ 10 مليارات دينار. يأتي هذا التطور في وقت حساس للنادي العريق، الذي يسعى لإعادة بناء نفسه وتحقيق الاستقرار الإداري والمالي. وفقا لما أعلنه عطية، فإن الهيئة المؤقتة التي تولت إدارة النادي مؤخرا وجدت نفسها أمام تحد جديد يتمثل في هذه الدعوة، والتي يعتقد أنها مرتبطة بمسائل مالية سابقة. وأكد أن الهيئة ستقوم بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقيق في التفاصيل المتعلقة بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بإدارة فلاح حسن الذي تولى رئاسة النادي لفترة طويلة. هذا الوضع يتطلب من الهيئة المؤقتة اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان حماية حقوق النادي ومصالحه. يعتبر نادي الزوراء واحدا من أعرق الأندية في العراق، ولديه تاريخ حافل بالإنجازات، لذا فإن أي تداعيات سلبية قد تؤثر على سمعة النادي وعلى جماهيره الوفية. تعمل الهيئة حاليا على وضع خطة شاملة للتعامل مع هذه القضية، بما في ذلك التواصل مع الجهات القانونية المختصة وتقديم الدعم اللازم لضمان الشفافية والمساءلة. يأمل عشاق الزوراء أن تحل هذه المسألة بسرعة، وأن يتمكن النادي من التركيز على إعادة بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والدولية. رسالة من المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لوسائل الإعلام المهتمة بأخبار المنتخب الوطني. في إطار حرص المنتخب الوطني على الحفاظ على تركيزه واستعداداته المثلى، يوجه المنسق الإعلامي محمد عماد دعوة إلى جميع وسائل الإعلام لتوخي الحذر والابتعاد عن إثارة التصريحات وتناقلها بشكل غير دقيق. إن الدقة في نقل المعلومات تعتبر أمرا بالغ الأهمية، حيث أن أي معلومات غير صحيحة قد تؤثر بشكل سلبي على معنويات اللاعبين والجهاز الفني، وبالتالي تؤثر على أداء المنتخب في المباريات المقبلة. كما يهيب عماد بوسائل الإعلام ضرورة الابتعاد عن أي محتوى يتعلق بالفريق المنافس، حيث أن التركيز على الأداء الداخلي للمنتخب وتجنب أي ضغوط خارجية يعد من العوامل الأساسية لتحقيق النجاح. إن المنتخب الوطني يسعى جاهدا لتحقيق أهدافه ورؤية جماهيره، ولن يتمكن من ذلك إلا من خلال بيئة إعلامية متفهمة وداعمة. نشكر جميع وسائل الإعلام على تعاونها، ونأمل في استمرارية الدعم الإيجابي الذي يعزز من روح الفريق ويشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم. نؤكد أن النجاح هو نتيجة عمل جماعي، ونتطلع إلى دعمكم في هذه المرحلة المهمة من مسيرتنا. تصريحات مدافع منتخبنا الوطني مصطفى سعدون حول مباراة الأردن. عبر مدافع منتخبنا الوطني مصطفى سعدون عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على مواجهة التحديات المرتبطة بمباراته المرتقبة أمام الأردن.
وأكد أن اهتمام الجماهير والإعلام بالمباراة لا يشكل ضغطاً على اللاعبين، بل على العكس يعتبر دافعاً لهم لتقديم أفضل مستوياتهم، حيث قال سعدون: نحن نرى أن التفاعل الإيجابي من الجماهير والإعلام هو تحفيز لنا ويدفعنا للعمل بجد أكبر لتحقيق الفوز. كما أشار سعدون إلى أهمية دعم الجماهير العراقية، مشدداً على أن الحضور الفعال للجمهور في الملعب يعد أحد العناصر الأساسية التي تعزز من أداء الفريق. وأضاف: الجماهير العراقية لا تحتاج إلى رسالة، فهي دائما حاضرة وبقوة، وستكون معنا في مباراة الأردن، ولن تسكت طوال دقائق المباراة. هذه التصريحات تعكس روح الفريق التعاونية وثقته في قدرة الجماهير على رفع معنويات اللاعبين. في ختام تصريحه دعا سعدون الجماهير إلى مواصلة دعمها ورفع الروح المعنوية للفريق، مؤكدا أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحات الشعب العراقي. إن التزام اللاعبين وشغف الجماهير يشكلان معا قوة دافعة لتحقيق النجاح في هذه المباراة المهمة. أعرب اللاعب أيمن حسين عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم. وأكد حسين أن العمل الجماعي والتفاني في التدريب هما مفتاح النجاح، مشيدا بروح الفريق العالية والتزام اللاعبين. كما أشار إلى أهمية الدعم الجماهيري الذي يلعب دورا حاسما في تحفيز الفريق خلال المباريات الحاسمة. ودعا حسين الجماهير إلى مواصلة دعمهم، مؤكدا أن الحلم بات قريبا بفضل الجهود المبذولة. وفي ختام رسالته أعرب عن أمله في كتابة تاريخ جديد يضاف إلى سجل الكرة العراقية، معربا عن تفاؤله بمستقبل مشرق للفريق. في تصريح مميز أعرب لاعب منتخبنا الوطني سعد عبد الأمير عن شكره العميق للمدرب كاساس على ثقته الكبيرة به واستدعائه للمشاركة في المباراتين الحاسمتين أمام الأردن وعمان في تصفيات كأس العالم. وأكد عبد الأمير أن هذه المباريات تمثل فرصة مهمة للفريق لتحقيق أهدافه وطموحاته في التأهل، مشيرا إلى أن المنتخب الأردني قد شهد تطورا ملحوظا في أدائه مما يجعله منافسا قويا. كما أوضح عبد الأمير أن كل مباراة في التصفيات تحمل أهمية خاصة مواجهة المنتخب الأردني الذي يعتبر منافسا مباشرا لنا في السعي نحو التأهل. وأشار إلى أن العمل الجماعي هو عنصر أساسي في تحقيق النجاح، حيث أن التعاون بين اللاعبين يمكنهم من تقديم أداء متميز وتحقيق النتائج الإيجابية. وفي ختام تصريحه دعا عبد الأمير جماهير المنتخب إلى دعم الفريق في هذه المرحلة الحاسمة، مؤكدا أن وجودهم في المدرجات سيشكل دافعا إضافيا للاعبين لتحقيق الانتصارات. وأكد أن الروح الجماعية والتضامن بين جميع أعضاء الفريق ستسهم بلا شك في تعزيز فرصهم في التأهل إلى البطولة العالمية. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن استدعاء الظهير الأيسر شربل شمعون لتمثيل منتخب أستراليا الأولمبي في خطوة تمثل تحولا مهما في مسيرته الرياضية. شربل الذي سبق له تمثيل منتخب شباب العراق في كأس آسيا للشباب أثبت قدراته ومهاراته الفائقة خلال تلك البطولة، حيث كان أحد الأسماء اللامعة التي ساهمت في رفع مستوى الفريق. رغم الأداء المميز الذي قدمه شربل مع منتخب الشباب، إلا أنه واجه تحديات في الحصول على الفرصة المناسبة لمواصلة مشواره مع المنتخبات الوطنية العراقية. ومع انتقاله الآن إلى صفوف المنتخب الأسترالي الأولمبي، يأمل شربل في أن يسجل بداية جديدة تعزز من مسيرته الاحترافية وتمنحه الفرصة لإظهار موهبته على الساحة الدولية. تعتبر هذه الخطوة بمثابة فرصة لشربل لإعادة اكتشاف نفسه كرياضي، حيث سيسعى لتقديم أفضل ما لديه ليثبت جدارته في المنافسات القادمة. وقد أعرب اللاعب عن حماسه للانضمام إلى المنتخب الأسترالي، مؤكدا أنه يسعى لتقديم أداء متميز يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للفريق. إن انضمام شربل إلى المنتخب الأسترالي يعكس أيضا التنوع والفرص المتاحة للاعبين الموهوبين، ويدل على أن الطريق نحو النجاح يحتاج إلى الإصرار والعزيمة.